السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وسعادة. أصحابكم مساء السبت 8 يناير 2023 بالنشرة الاقتصادية موقع جريدة نوبل العالمية. حيث ما زال الدولار الأمريكي واصل ارتفاعه أمام صرف الجنيه المصري، حيث سجل 27 جنيه وقرش في الشراء، بينما سجل 27 جنيه و5 قروش في البيع. بينما سجل اليورو الأوروبي 28 جنيه 75 قرش في الشراء، سجل في البيع 28 جنيه 83 قرش. أما العملات العربية فقد سجلت ارتفاعا كبيرا، حيث سجل الريال السعودي 7 جنيهات 21 قرش في الشراء، بينما سجل في البيع 7 جنيهات 29 قرش. الدينار الكويتي وهو الحصان الأسود بين العملات العربية والأوروبية والأجنبية، حيث أكبر ارتفاع وصل إليه هو 85 جنيه 25 قرش في الشراء، 88 جنيه و48 قرش في البيع. تكدس كبير وازدحام شديد داخل البنوك المصرية انتهت يوم الخميس الماضي بعد توقف بيع شهادات الادخار على العائد 25% خلال عام واحد، والتي قام بطرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ويعتبر هذا العائد هو الأكبر على مستوى البنوك في العالم كله. قال رئيس بنك مصر وصل حصيلة بيع تلك الشهادات إلى 19 مليار جنيه. حادث فريد من نوعه وهو الأول في العالم كله، حيث قام أحد موظفي بنك القاهرة بتعليق بسكويتة مكتوب عليها بنك القاهرة على الكرافتة التي كان يرتديها يوم الخميس الماضي، وهذا يعتبر سخرية من موقف أو مما قام بفعله طارق فايد رئيس بنك القاهرة، الذي قدم للموظفين بسكوتة واحدة لا يتعدى ثمنها 3 جنيهات، بالرغم أنه اشتراها بأكثر من 20 جنيه من شركة تابعة له، أو يقال أنها تابعة له وهي لا تشتري من الحلويات، حيث قدم لموظفي البنك تلك البسكوتة بدل من أن يقدم لهم مكافأة عن مجهودهم الكبير خلال العام الماضي بالأرباح الكبيرة التي وصلت إلى 4 مليار و800 مليون جنيه قبل خصم الضرائب في بداية الربع الأخير من العام 2022. هذا في الوقت نفسه قام بنك الأهلي بصرف 1.5 شهر للعاملين بالبنك بمناسبة العام الجديد، فلماذا يقدم طارق فايد ويسخر من موظفي البنك ويقدم لهم تلك البسكوتة بدلا من المكافأة؟ هذا في الوقت نفسه رفض طارق فايد صرف مكافأة 300 جنيه التي قررتها الحكومة علاوة غلاء معيشة خلال شهر أكتوبر الماضي. جميع العاملين بالدولة قامت بصرفها ما عدا طارق فايد. في الوقت نفسه رفض أيضا طارق فايد صرف نصف شهر علاوة غلاء معيشة للعاملين بالبنك إسوة بالبنوك الزميلة التي قامت بصرفها لجميع العاملين خلال شهر نوفمبر. في الوقت نفسه صمت تام من جميع العاملين بالبنك خوفا من بطش وظلم طارق فايد من تخفيض تقاريرهم السنوية أو جزاءات تأديبية تعسفية أو فصل تعسفي كما يفعل مع الجميع، علما بأن هناك مذبحة قادمة، إنما إلى علمنا أن هناك مذبحة قادمة سيقوم بها طارق فايد ضد موظفي البنك بتخفيض تقارير وفصل عدد كبير جدا من عاملين البنك، حتى يقوم بالتغطية على مرتبات المستشارين الذي قام بتعيينهم وهم ليس ذو خبرات، حيث يصل مرتب الواحد منهم لأكثر من 300 ألف جنيه، والأرباح السنوية لهم أكثر من 1,000,000 جنيه للمستشار الواحد. أيضا وسط صمت تام من نقابة بنك القاهرة. لا نعلم لماذا يسقط أعضاء النقابة على كل هذا الظلم ضد العاملين بالبنك. من المفترض أنهم نقابة أي يدافعون عن البنك، ولكن هناك حادث فريد
لا نستطيع الصمت أو السكوت عنه، وهو قيام مجلس النقابة القديم، ومنهم 2 في المجلس الجديد هم السيد محمد حسن محي الدين والسيد أيمن النوبي، حيث قاموا بالتوقيع على خلو مقعد النقابة من لجنة شؤون العاملين بالبنك ولجنة التظلمات، وقاموا بالتوقيع بنفس توقيعهم على الحساب حتى يضمن طارق فايد عدم رجوعهم عن هذا التوقيع. طب لماذا إذن وجودكم؟ لماذا ترشحتم مرة ثانية للنقابة؟ من الذي يدافع عن العاملين بالبنك من ظلم وبطش طارق فايد؟ من الذي يقف أمام هذا الظلم إذا كان لا يوجد مقعد لأحد أعضاء النقابة داخل لجنة التظلمات ولجنة شؤون العاملين؟ وهذا الحادث هو الفريد من نوعه على مستوى العالم كله، وليس بنك القاهرة وليس البنوك المصرية فقط أو الشركات. هذا الفعل الاشمئزازي لم يقم به أي نقابة، أي عضو نقابة على مستوى العالم كله، سواء شركات أو بنوك في مصر أو في العالم كله. من الذي يدافع عن الموظفين؟ من الذي يدافع عن هؤلاء المظلومين؟ من الذي يقوم بردع طارق فايد؟ نناشد السيد محافظ البنك المركزي ونوابه والسيد رئيس نقابة عمال مصر بإلغاء هذا القرار، بالتصدي لهذا القرار وإلغائه، حيث أنه إجراء غير قانوني. ولو قام أحد محامين البنك أو لو قام عضو واحد من النقابة بإقامة دعوة ضد طارق فايد بإلغائه، سيقوم بإلغائه بالفعل، لأن هذا ظلم مبين واقع على جميع العاملين بالبنك. شكرا جزيلا. كان معكم دكتور مجدي الناظر، جريدة نوبل العالمية.